ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. إدارة بايدن تواصل اعتبار الحكم الذاتي في الصحراء جادا وذا مصداقية وواقعية، والسفيرة بالجزائر لم تجري أي محادثة مع البوليزاريو في تندوف. أشبال الأطلس يتأهلون إلى ربع نهائي المونديال بضربات الترجيح 4-1. مصرع 50 شخصا جراء الفيضانات في الصومال، والحصيلة مرشحة للارتفاع. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي في الصحراء جادا وذا مصداقية وواقعيا من أجل وضع حد للنزاع حول الصحراء، فيما نفى أن تكون سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر إليزابيث قد التقت مع قياديين في جبهة البوليساريو خلال الزيارة التي نظمتها الأمم المتحدة لحساب الدولة المانحة. ندعم بشكل كامل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة خلال عمله على تكثيف العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة حول الصحراء من أجل التوصل دون مزيد من التأخير إلى حل دائم، يقول ميلر في لقاء صحفي بواشنطن عقده الاثنين 20 نوفمبر من هذه السنة. وعلى صعيد ذي صلة، أوضح ماثيو ميلر ردا على سؤال حول الزيارة التي قامت بها مؤخرا سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر إليزابيث إلى تندوف أنها تندرج في إطار زيارة نظمتها الأمم المتحدة وجمعت عددا كبيرا من المانحين الدوليين. وشدد ميلر على أنه لم يتم إجراء أي محادثات ثنائية مع البوليساريو خلال هذه الزيارة، مكذبا بذلك ما روجت له وسائل إعلام جزائرية، علما أن السفيرة الأمريكية زارت تندوف وهي منطقة محسوبة على الجزائر وفرها نظام العسكر ملجأ لجبهة البوليساريو. وفي الشأن الرياضي، حيث تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إلى دور ربع نهائي كأس العالم على حساب المنتخب الإيراني بضربات الترجيح 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء 21 نوفمبر برسم فعالية ثمن نهاية كأس العالم التي تجري أطوارها بإندونيسيا. وسجل هدف المنتخب الإيراني اللاعب إسماعيل جوليزادة في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب جيلورا بونكارنو، فيما سجل هدف المنتخب المغربي نسيم عزوزي في الدقيقة 90 من عمر المباراة. دوليا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي ضربت بلاد الصومال خلال الأسابيع الأخيرة في وفاة 50 شخصا، وأجبرت حوالي 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم. وطنيا، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء عن إطلاق منصة رقمية لتدبير ملفات معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادة الوطنية. وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بمنصة رقمية تفاعلية ومندمجة تهدف إلى رقمنة تدبير ملفات معادلة الشهادات الأجنبية مع إحدى الشهادات الوطنية التي تختتم بها الدراسة بالأسلاك التعليمية وشهادة التقني العالي BTS، ووضعها رهن إشارة المرتفقين عبر شبكة الإنترنت لاستغلالها واستعمالها، حيث يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي equivalence.men.gov.ma. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. ام راديو.